خيار اولي واتكنز في خط الهجوم شايفه خيار مهم جدا لازم يكون في الوايلد كارد بتاعك. فانا شايف ان اولي واتكنز اعتقد ان دقائق لعبه هتكون اكتر من ديابي، عشان كده انا بفضل خيار اولي واتكنز عن ديابي. وكمان اولي واتكنز ما بلانكش غير في جوله واحده، مع انهم لعبوا ماتشات في بدايه الدوري صعبه جدا ضد تشيلسي، ضد ليفربول، ضد نيوكاسل، فما بلانكش غير في جوله واحده. ترتيب المدافعين ايه بالنسبه لي؟ انا شايف ان تريبيه اولا، طبعا مش عشان عمل 3 اسيستات في الماتش اللي فات، ومش في كل ماتش هيعمل لك 3 اسيستات، لازم تخلي بالك من حته زي دي. ولكن تريبيه اداؤه عالي جدا، مغناطيس بونص، فلو اي حاجه هتطلع في الدبل ده من نادي لوتون فهتطلع من موريس. من الخيارات المهمه برضو في الجولات اللي جايه هو بوين ويست هام. بوين انا بالنسبه لي لاعب قيمه ثابته، لاعب كبير جدا يمتلك الجوده، يقدر يسجل في الفرق الكبيره قبل الفرق الصغيره. بوين عنده الماتش اللي جاي شيفيلد يونايتد اللي عنده مشكله في خط الدفاع في ناحيه الشمال، الجبهه اليمين اللي بيلعب عليها بوين. ركز على جوردون، هياخد دقايق اكتر، بس برضه نخلي بالنا لانه عنده 4 انذارات، يعني لو خد انذار كمان هيتوقف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقة جديدة ونصايح الجولة الثامنة من فانتزي الدوري الانجليزي. زي ما انتم شفتوا كل اللعيبة اللي احنا اتكلمنا عليها ونصحنا بيها في حلقة الجولة السابعة تألقت في الجولة وجابت نقط كويسة. حتى اندرسون يا راجل مدافع كريستال بالاس واللي سجل الهدف في مانشستر يونايتد في الجولة اللي فاتت، كلمتك عليه في حلقة الوالد كارد وقلت لك هاته. رابع خيار معايا في الدفاع هو اندرسون من نادي كريستال بالاس ب 4.6 مليون، ودي مش فقاقة ولا شبحنة ولا احنا بنضرب الودع ولا احنا بننجم، هي مجرد رؤية مش اكتر، وكل واحد ليه رؤيته، يا تصيب يا تخيب. مشكلة الجولة السابعة ان في ناس طارت فيها جابت نقط كويسة جدا، وناس نزلت في الحديد جابت نقط قليلة جدا، مفيش وسط في الجولة السابعة. والحقيقة انا كنت من الناس اللي طارت دي، انا جبت 85 نقطة في الجولة السابعة، ولسه موريس هيلعب الماتش الثاني مع بيرلي النهارده. انا بصور الحلقة دي يوم الثلاث، وده لاني عملت الوايلد كارد قبل بداية الجولة السابعة. فريقي ما كانش مستحمل خالص ان انا العب بيه اكتر من كده بدون الوايلد كارد. كان معايا في حراسة المرمى اريولا جاب 6 نقط، كولويل جاب 12 نقطة، تراكوسكي جاب نقطة واحدة، تريبيه جاب 12 نقطة، في خط الوسط جوردون جاب 5 نقط، بوين جاب 9 نقط، ديكوري جاب 4 نقط، صلاح جاب نقطة واحدة، وفي خط الهجوم واتكنز جاب 23 نقطة، هالاند جاب 4 نقط بالكابتنة، موريس جاب 8 نقط ولسه له ماتش ضد بيرلي. اعتقد ان انا لو ما كنتش فعلت الوايلد كارد في الجوله السابعه فريقي كان ممكن يجيب حاجه و20 نقطه او حاجه و30 نقطه. اللي مزعلني كمان ان انا كنت ناوي اجيب اوديجارد بدل محمد صلاح، لان محمد صلاح اصلا كان معايا في التشكيله من بدايه الموسم قبل ما افعل الوايلد كارد، بس قلت محمد صلاح ما بلانكش ولا مره لحد دلوقتي، فتطبيقا لمبدا طول ما هي شغاله ما تلعبش فيها، فضلت ان انا اسيب صلاح في التشكيله على حساب مارتن اوديجارد. بس لو كان معايا اوديجارد كان هيفرق معايا جدا في الجوله دي. اعتقد انه جاب 17 نقطه، فلو كان اوديجارد اللي جايب 17 نقطه معايا في التشكيله بدل صلاح اللي جايب نقطه واحده، اعتقد ان انا كان ممكن اكسر حاجز ال 100 نقطه في جوله الافريج فيها 40 نقطه، فدي كانت هتفرق معايا جدا الجوله دي، وكانت هتفرق معايا في الموسم كله. بس في النهايه زي ما قلت لكم هي خيارات، ويا تصيب يا تخيب. انا كان مركزي قبل بدايه الجوله السابعه 3 مليون و700 الف على العالم، بعد الجوله السابعه مركزي بقى 889 الف على العالم. انت متخيل؟ اتحركت 2 مليون و800 الف مركز في جوله واحده. على مستوى مصر كنت 327 الف، بقيت بعد الجوله السابعه 65 الف. وده ياخدنا لاول نصيحه في حلقه النهارده، ان انت ما ينفعش تيأس، ممكن جوله واحده تنقلك من مكان لمكان، واحنا لحد دلوقتي ما لعبناش غير 7 جولات، فلسه بدري جدا، لسه 31 جوله في الدوري الانجليزي. فانت لو مركزك متاخر زي ما بقول لك ممكن جوله واحده تغير مركزك تماما، فما فيش داعي لليأس خالص. العب اتبسط، احنا لسه في بدايه الدوري، لو في جوله جلت منك تقدر تعوض في اي جوله تانية بعدها. ويلا بينا ندخل على طول على نصايح الجوله الثامنه. واول سؤال ممكن يتسال، اعمل وايلد كارد ولا لا؟ فهجاوبك نفس الجواب اللي جاوبته في الحلقه اللي فاتت، مفيش توقيت معين للوايلد كارد. انت تشكيلتك محتاجه وايلد كارد، اعمل وايلد كارد قبل التوقف الدولي بقى، بعد التوقف الدولي مش فارقه. لو انت تشكيلتك محتاجه وايلد كارد اعمل وايلد كارد. السؤال الثاني، ابيع هالاند؟ لا، قولا واحدا لا، ما تبيعش هالاند، ما تبيعش لاعب نسبه ملكيته 91%. في ناس تقول لك ايه، الفاريز ممكن يعوض هالاند. ممكن الفاريز في ماتشات كتير يجيب اهداف ويجيب نقط اكتر من هالاند، بس نسبة ملكية الفاريز غير نسبة ملكية هالاند. بمعنى ان انت لو مش معاك هالاند وتألق في جولة بنسبة ملكيته اللي هي 91%، انت هتنزل نازله هتغطس مش هتطلع تاني. فبشكل واضح اهو، لو هتسالني ابيع هالاند ولا لا، فانا بقول لك لا، ومش عشان حاجه،
زي ما قلت لك ممكن الفاريز يجيب نقط اكتر من هالاند في الجولات اللي جايه، بس ما تبيعوش عشان نسبه ملكيته. لو نسبه ملكيته بقى نزلت 60% 50%، نقدر ساعتها بقى نشوف بدايل نبيع هالاند بتاع، انما طول ما هو 91% كده انت ما تقدرش تبيعه. النقطه الثالثه، في ماتشات لدوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي في وسط الاسبوع ايام الثلاث والاربع والخميس، فانت محتاج تتابع وتشوف تشكيلات الفرق في دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي. وزي ما قلت لك بقى على الاستراتيجيه، مش عايزين نعيد ونزيد في الكلام، قلت لك على الاستراتيجيه اللي تتبعها عشان تتجنب الخزوقه بتاعه الروتيشن اللي تخص دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي في الحلقات اللي فاتت. النقطه الرابعه، اشتري داروين نونيز ولا لا؟ بص يا صاحبي، انت لو ناوي تشتري داروين نونيز فانت لازم تبقى عامل حسابك ان انت بتشتري نونيز لجوله واحده بس، اللي هي ماتش برايتون مع ليفربول اللي جاي، لكن بعد كده هيدخل تاني في حوار الروتيشن. ليه انا بقول لك الكلام ده؟ لان جوتا موقوف ماتش واحد وهيرجع. جاكبو اصابته مش قويه، يعني ممكن تلاقيه موجود بعد التوقف الدولي، فهيبقى متاح جوتا وهيبقى متاح جاكبو بعد التوقف الدولي مع نونيز، فهندخل تاني في قصه الروتيشن. فانت لو هتشتري نونيز عادي مفيش اي مشكله، بس تبقى عامل حسابك ان انت هتشتريه لجوله واحده بس، اللي هي جوله ماتش برايتون اللي جاي. وبالمناسبه هو ماتش مغري جدا ان انت تجيب فيه داروين نونيز كديفرنشال، بس زي ما قلت لك انت بتجيب لاعب لجوله واحده بس، بعد كده هيدخل في قصه الروتيشن. السؤال الخامس اللي ممكن حد يسأله في جدول ماتشات توتنهام السهل ده، اشتري سون ولا ماديسون؟ بص يا صديقي، انا عندي وجهة نظر في القصة بتاعت سون وماديسون دي. انا شايف ان سون بيتألق في الماتشات الكبيرة، شفناه جاب 7 نقط ضد ليفربول، جاب 14 نقطة ضد ارسنال، لان في الماتشات الكبيرة دي الاستحواذ ما بيبقاش مع توتنهام بشكل كامل، فبيبقى فيه لعب على التحولات، وسون في التحولات بيبقى خطير جدا. طيب توتنهام عنده مين في الثلاث ماتشات اللي جايه؟ عنده لوتون، عنده فولهام، ثم كريستال بالاس، كلها ماتشات صغيرة مش ضد فرق كبيرة. وانا هنا بفضل جيمس ماديسون عن سون. واحد زي جيمس ماديسون في الماتشات اللي زي دي بيبقى متحكم في الملعب، بيبقى متحكم في الريتم، خيار التسديد من بره ال 18 بيبقى حل برده في الماتشات اللي زي دي، لان الفرق الصغيره دي بتبقى مقفله الملعب. فعشان اكون حاسم معاك، لان زي ما قلت لك قبل كده انا ما بحبش امسك العصايه من النص، انا لو هتخيرني ما بين ماديسون وسون في جدول ماتشات توتنهام اللي جاي، فانا هختار جيمس ماديسون. سؤال تاني ممكن حد يسأله، نبيع لعيبة مانشستر يونايتد ولا لا؟ الإجابة لا، اصبر عليهم الجولتين اللي جايين، عندهم برينتفورد هوم وعندهم شيفيلد أواي، بعد كده مانشستر سيتي. فلو عندك لعيبة من مانشستر يونايتد اصبر عليهم الجولتين اللي جايين دول، عملوا حاجة تمام، ما عملوش حاجة هتبيع لعيبة مانشستر يونايتد للأبد، ولكن اصبر عليهم الجولتين اللي جايين دول. زي ما قلت لك عندهم برينتفورد هوم ثم شيفيلد أواي، اعتقد ان هم جولتين يستاهلوا ان انت تصبر على لعيبة مانشستر يونايتد. لو عندك اتنين، لو عندك مثلا برونو وراشفورد ممكن تبيع واحد فيهم، لكن ما تبيعش الاثنين، اصبر عليهم في الجولتين اللي جايين. تشيلويل اتصاب شهرين، فلو لسه عندك الحق بيعه، في بدائل كتير، عندك ماتي كاش لو عايز بديل من نفس الفريق، عندك كولويل، وعندك اوجي كمان، وبيدرو بورو من توتنهام، خيارين كويسين جدا. ايزي كمان من كريستال بالاس اتصاب برضه، بيع، بدايله كتير، عندك نيتو، ممكن لو معاك فلوس تجيب بوين، بلاش تجيب مبومو. انا شايف كمان ان لو حد لسه عنده مبومو انا شايف ان هو ممكن يبيعه عادي جدا، خلاص اللي خد خير مبومو خده في اول الجولات، انما بعد كده بقى ايه، هيبلانك جولتين وهيتألق جوله وهكذا. اعتقد ان في 3 ماتشات في الجوله الثامنه اللعب فيهم هيكون مفتوح وهيبقى فيهم اهداف كتير، فحاول تستهدف لعيبه هجوميين منهم على قد ما تقدر. الماتش الاول ماتش لوتون وتوتنهام، الماتش الثاني ماتش برايتون وليفربول، والماتش الثالث طبعا ماتش مانشستر سيتي وارسنال. طيب نكابتن مين في الجوله الثامنه؟ فانا لاول مره مش هحط هالاند كخيار اول، انا بالنسبه لي الخيار الاول في الكابتنه في الجوله دي هو صلاح ضد برايتون، الخيار الثاني هو ماديسون ضد لوتون تاون، والخيار الثالث هو هالاند ضد ارسنال. وبس كده، ده كان كل اللي عندي في حلقه النهارده. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زرار الجرس على الكل عشان يوصلك حلقاتنا الجديده اول باول، ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.